اهلا وسهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطا بالطريقه دي. زي ما انتم شايفين السكر مكرمل عليها وهي اصلا معسله وحاجه، يعني هتبقى طعمها خطير والاولاد هيطلبوها منك على طول. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفه جدا. طبعا كل التفاصيل بتاعتها هنعملها مع بعض وهوريكم الخطوات وازاي وصلتها للمرحله دي. يلا بينا ندوق كده. هي تغيير، يعني لو انت مش بتحبي، بصي شكلها، لو انت مش بتحبي البطاطا تكون مشوية تقدري تغيريها علشان برضو الاولاد ياكلوها لو هما مش بيحبوا ياكلوها مشوية، او زهقتوا من عمايلها تكون مشوية في الفرن. طعمها روعة وكمان شكلها تحفة تحفة تحفة. يلا بينا نبدأ نشوف التفاصيل بتاعتنا هتكون عبارة عن ايه. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. عندي هنا 2 كيلو بطاطا. طبعا غسلتها كويس جدا وكمان بدأت اقشرها. كل الكمية اللي معاكي هتقشريها بالمقشرة بتاعة البطاطس علشان تطلعي منها القشر خالص بالشكل ده. كده انا قشرت كل الكمية. بعد كده هبدأ اقطعها تكون حلقات تخينة. هوريكي برضو بالشكل ده، لازم تكون حلقات تخينة علشان ما تتهريش منك وما تكونش رفيعة خالص، عاملة زي صينية البطاطس بالظبط اللي بتعمليها. شايفة السمك بتاعها؟ هنا بقى هدهن اي صينية عندي بقطعة زبدة كده او سمنة اللي انت تحبيه. بس عايزة اقولك الصينية دي هتحتاج منك كمية حلوة قوي من الزبدة والسمنة والقشطة علشان تديها تست حلوة قوي. هنا ببدأ اوزع الكمية بتاعتي، وحطيت هنا في الشفشة الخلاط لتر من اللبن، وحطيت كمان نص كوباية سكر حسب الرغبة برضو في السكر بتاعك، وحطيت كمان 4 بيضات، وقصاد كل بضاية هتحطي ورقة فانيليا. اضرب بقى الخليط بتاعي ده في الخلاط وابدأ انزل بيه كده بالتساوي. انا عملت الكمية على صينيتين، لو انت برضو الكمية بتاعتك قليلة او كتير تقدري تتحكمي فيها. هنا كمان هبدأ اوزع زبدة وسمنة على الصواني كده من الوش بتاعتها بالشكل ده. وهجيب كمان اي قطعة قشطة او وش اللبن بتاعك، وانتي برضو بتحطي اللبن حطيه بالوش بتاعه، حطيه بالقشطة، بيدي تست حلو قوي بالشكل ده. واقلب تمام. اكون مجهزة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 وهدخله في الرف الوسطاني، اسيبها لغاية ما تتحمر وتطلع معايا بالشكل ده. لو انتي حابة تديها تست اكتر تدخليها وتتحمر بالشكل ده، لو حابة تسيبيها زي ما فاتت كده برضو كل ده بيرجعلك. ده الشكل النهائي بتاع البطاطا بتاعتي. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. مستنية طبعا رأيكم تحت في التعليقات، تقولولي رأيكم ايه. وما تنسوش كمان تبعتولي صورة الصينية بتاعتكم اللي انتوا هتنفذوها على صفحتنا على الفيسبوك سارس كروشيه اند كيتشن. ومستنياكم في الفيديوهات اللي جاية. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وعلشان تتابعي الفيديوهات اللي جاية اتأكدي ان الجرس متفعل. يلا بينا ندوق كده المعلقة الحلوة دي. ندوق على القد علشان كل حاجة يكون ليها طعم. بسم الله. تحفة، عايزة اقولكوا طعمها رهيب. السكر عامل طعم حلو والبيض وكل حاجة مدية تست في الاخر كده تحفة. جربيها وقوليلي رأيك في التعليقات. وما تنسيش كمان تشوفي احنا نفذنا ايه في الفيديوهات اللي فاتت، هتلاقيها تحت في صندوق الوصف. وشكرا ليكم على حسن المتابعة. استنوني في فيديوهات جاية كتير.